النهاردة بقى في قعدة حكاوي معايا ضيفة مميزة جدا، مش عشان هي بس صانعة محتوى. طبعا هي صانعة محتوى ومعروفة كمان، بس عشان هي بتتكلم على مواضيع مهمة جدا، من ضمنها يعني ايه التغذية الحدسية، ويعني ايه اصلا نحب كمان نفسنا عشان نفسنا مش عشان اي حاجة تانية. معايا النهاردة المتألقة دايما وصاحبتي جدا هدير حميد. عاملة هاي، ايه؟ عامله ايه؟ انا ده ايه الاخبار؟ إيه بسنت طيب. كل سنة وانتي طيبة، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطة قوي ان انتي معايا النهاردة. انا مبسوطه قوي ان انا جيت. مبروك على البودكاست. ثانك يو سو ماتش، والله ان شاء الله الحلقه دي تعجب الناس ان شاء الله. وتبقى برضو تعجبك انت، ده رايك مهم يعني. ان شاء الله. هدير، انت في الاول خالص انت عامه طلعتي اتكلمتي كتير سواء في بودكاست او على حتى توك شوز على موضوع التغذيه الحدسيه ويعني ايه، ويو شيرد الجيرني بتاعتك كامله يعني. انا طالعه اتكلم معاكي اكتر النهارده. اكيد طبعا التوبيك هيتفتح، بس طالعه اتكلم معاكي اكتر النهارده في موضوع صناعه المحتوى. انت بداتي في 2020 صح؟ ايوه. وكنتي قلتي ان انتي بدأتي صدفة. بدات صدفه لما الصدفة ابتدت تبقى تاخد مجرى الجد شوية، ايه اللي اتغير فيكي؟ آم، مش عارفه والله. انت ممكن تقولي لي علشان انت كنت عارفاني من قبلها او بعدها. بس مش عارفه. انا حسيت ان انا اولا هو 2020 دي كانت فتره انا حياتي اتغيرت فيها اصلا. لان طبعا احنا دخلنا كورونا فده غيرني. انا كنت اكستروفيرت قوي، بقيت انتروفيرت بعد ما قعدت في البيت فترة. تميت 30 في الخلال بتاع ال 21 دوت سنة 2021. كمان كان عندي حاجات كتير قوي في حياتي، وكان عندي صحاب منهم انا خسرتهم ومنهم خرجوا من حياتي. فانا حياتي اصلا كلها اتغيرت، مش بس ان انا بدات اعمل محتوى. بس ممكن حاجه من الحاجات اللي انا فكرت فيها يعني ليتلي ان انا كنت يعني شخصيتي وحياتي كلها كنت kind of مضيعاها على اصحابي. ما كنتش بوريها للناس اكتر يعني. بس طب مضيعاها على اصحابك معنى ان انتي كانت تقصدي ان طاقتك كانت رايحة لاصحابك اكتر؟ ده حقيقي. انا كان عندي مجموعه من اصحابي بس احنا دلوقتي مش اصحاب anymore. اوكي. والمجموعه دي انا اللي هو كل الناس تقعد يقولوا عليا يعني هدير اه. البنت المضحكه، هدير بتعرف حاجات كتير عن حاجات كتير، هدير ممكن تتكلم في اي موضوع، هدير ممكن تسالها عن اي حاجه تلاقيها عارفه حاجات عنها، هدير عندها اهتمامات كتير، هدير بتضحكنا جدا، هدير مش عارف ايه. فانا كنت حاسه ان انا كل الشخصيه وكل المعلومات وكل اهتماماتي كنت صباها في كوب واحد وهو كوب الشله دي. فكنت حاسه ان انا دلوقتي لا، انا لما كنت زمان مثلا بقى عايزه اتكلم كنت اروح اكلم حد فيهم مثلا. بس دلوقتي لما عايزه اتكلم بفتح الستوري. اي فكره تجيلي بفتح الستوري واقولها. بس كانوا بيسمعوكي وقتها ولا لا؟ والله بصي، هي كانت شله توكسيك شويه، فكان في ناس تسمعني بس it was deeper than this صراحه. it was kind of like labeling me شويه. اوكي. بس لما اخدتي، انا فاكره كويس قوي لما ترشحتي لجائزه تيك توك، فاكره؟ ايوه. وساعتها انت كتبتي بوست على الفيسبوك عادي، اللي هو كان الفيسبوك بتاعك ساعتها ما كانتش صفحتك، ايوه. وكتبتي انا مش فاكره بالظبط بس كان الكلام رايح ناحيه انه انت مبسوطه جدا وان انت اول مره اصلا ترشحي الجائزه زي دي، وان انتوا لو بتحبوا تشوفوا المحتوى بتاعي وسبت لنا الفوتنج ليست وبتاع. كنت تخيلي ان انت هتكسبي يا هدير؟ لا خالص على فكره. هي دي كانت بالنسبه لي مفاجاه لان انا اصلا كنت بادئه محتوى بقالي كام شهر. اوكي. وما كنتش بعمل حاجه يعني، انا ما كنتش شايفاها حاجه رهيبه ساعتها. اوكي. وبعدين كان قدامي بترشح ناس كبيره، ناس انا اعرفهم من انستجرام، ناس كبيره يعني بدون ذكر اسماء بقول لك طبعا. بعد البودكاست. اتفقنا. بس فانا اساسا لما انا قالوا لي انه في مسابقه انا قلت ايه ماشي. والناس كلها تقعد تقول لي يعني اصحابي اتليست او ماما او كده يقولوا لي يا هدير طب يعني ما تقولي للناس يصوتوا لك، طب ما تعملي فيديو تقولي انت يصوتوا حتى لك. وانت يعني طريقه البوست تحسي ان انت مكسوفه، انت كنتي مكسوفه. كنت محرجه. كنت حاسه اللي هو عارفه الناس اللي بتقعد تقول افوت لي وانا هكسب وبتاع بعدين ياخدوا المركز ال 18. ده اللي انا حسيت بيه. انا فاكره المسابقه دي كانت اول جايزه هيكسبها هياخد ايفون، تاني جايزه هياخد حاجه كده دي جي معرفش ايه كده اللي هو كاميرا بتعمل حاجات كده بتتشقلب، وتالت جايزه كانت حاجه برضو كبيره مش فاكره هي ايه بصراحه. وكل دول هياخدوا فيريفيكيشن. تمام. الجوائز بقى اللي بقيت التوب 10 كانوا هياخدوا سيت اب تصوير اللي هو اضاءات وستاند ابس. اوكي. فانا قلت ايه، انا اكيد هاخد اضاءات وبتاع، وقلت مش هشتري اضاءه
عشان انا اكيد هكسب من التوب 10 ان شاء الله يعني، واخد اضاءه ان شاء الله. يعني انت حتى ما كنتش ده كان انا كنت عامله حسابي ان انا اخد اضاءه. يعني انت ما كانش في دماغك خالص موضوع المركز الاول يعني. وكنت سعيده جدا بالفكره دي عامه. وكنت على فكره عايزه اقول لك على حاجه، ده راننج حاجه في حياتي، نبقى ممكن نتكلم عليها بعدين. ان انا I never expect to win the best anything لحد دلوقتي. بس لحد دلوقتي لا عمري هقول لك ليه يعني. بس خليني اكمل المقطوعه دي. بس ففي الاخر ما ادونيش اضاءه، ادوني ايفون. بس بقى على حظ ارمط كانت السنه دي اللي كان فيها اللي هي الكوفيد بريك اوت التاني تقريبا، اللي هو كان اوميكرون او حاجه كده، مش فاكره كان ايه المتحور التاني ده صح؟ مش اوميكرون، مش فاكره كان اسمه ايه بصراحه. بس المهم يعني انه كانت ذا سكند بريك اوت، وقالوا لا سوري مش هتسافروا دبي، فبعتوا لي الهديه البيت. فاخدتي الايفون. حلوه قوي. ايوه ما رحتيش هم رحت ما عملوش احتفال اصلا. يوجولي هم بيعملوا صح زي بيج. حضرت الاحتفالين اللي فاتوا، بس الاحتفال بتاع السنه بتاعتي ما حصلش عشان الكورونا. طب بعد بقى السنه دي تحديدا ايه ابتديتي حسيتي ان صناعه المحتوى ابتدت تاخد حيز مهم وجد في حياتك؟ بصي انا مقسماها كده سنوات. 21 انا كنت بعوم، ما بعملش حاجه، بعوم وما كانش فيه، اولا ما كنتش عارف حد من الكوميونتي يعني، كنت اعرف 2 3 بس كنتش حاساهم قوي. انا فاكره اتعرفت على رنا في شهر 8 2021 وبعدين اتعرفت على بسنت في شهر 3 2022 وهم دول اللي بقوا اصحابي. أيوة. بس قبل كده انا كنت بقابل ناس منهم ناس لذيذه واعرفهم لحد دلوقتي، بس عمرنا ما بقينا اصحاب like a long term، ومنهم ناس حسيت ان هم مش انا قوي يعني. فلا ما كنتش عارف حد في كوميونتي. وعلى فكره موضوع انك تعرفي حد في كوميونتي ده مهم قوي. ما انا لسه كنت هسالك بقى السؤال ده ليه. هقول لك ليه. اول حاجه بيبقى عندك حد تتكلمي معاه في الموضوع. يعني مثلا لو قعدت اكلم اصحابي في انه مثلا ايه الترند الفلانيه، طب انا الفيديو الفلاني، طب انا عندي فكره فيديو، طب انا جالي كومنت عايزه ارد عليه، طب انا مش عارف ايه، طب انا بفكر انفست واجيب لايت بكذا. اصحابي اللي هم مش بيعملوا محتوى ولا يهتموا ولا هيقولوا لي بس هدير بقى. انا مره كنت عندي لايف ومتفقه ان اللايف لازم يطلع الساعه 12 وبنت خالي وجوزها كانوا عايزيني اروح اسهر عندهم. كنا خرجنا وتعالي اقعدي عندنا نشرب حاجه ونهزر ونتفرج على التلفزيون ونقزز لب وبتاع. قلت لهم لا والله يا جماعه لازم اروح عشان عندي بكره لايف الساعه 12. قعدوا يضحكوا عليا وده طبيعي، ما هو ده طبيعي. قالوا ايه انت عبيطه يعني النهارده الخميس بالليل وبنقول لك تعالي سهري عندنا وبتاع وانت عايزه تروحي عشان عندي لايف. قلت لهم والله لازم اروح عشان اصحى ريفرشت قبل اللايف عشان عندي لايف الساعه 12. اصحابي في كونتنت كرييشن عادي لا هيتفهموا ده. ايوه لا دوت. وبالعكس هيسالوكي اكتر لايف عن ايه محتاجه مثلا، فاهمه؟ ولو بالزبط. حد مثلا كلوز في حاجه محتاجاها مثلا. حتى بسنت كلمتني وانا في التليفون وانا طالعه في الاسانسير عند ندى هنا وبقول لها بصي انا داخله البودكاست immediately قالت لي خلاص بعد ما تخلصي نتكلم. لو حد من اصحابي تاني اللي هو بقى يا عم بودكاست بقى بقول لك ايه معاكي 5 جنيه استلفهم كده يعني. ايوه. فالناس اللي ما بتعملش محتوى انا بحبهم جدا، دول اصحابي، ولكن في حاجات انا هتزنق فيها مش هيعرفوا يسبورتوني فيها ومش هنريليت ومش هعرف اعمل الكونفرسيشنز دي. امي مثلا ممكن تستحملني شويه بس بعد كده هتطردني من الاوضه عادي جدا. بس هي راي طنط عامه لما دي ماما دي انترستنج جدا عامه لازم اقول لك عليها. ماما في الاول كانت بتحاربني بتحاربني عارفه لو اول ما بداتي ما كنتش عارفه المقوله بتاعت غاندي بتاعت في الاول يحاربوك وبعدين مش عارف ايه وبعدين بيحتفلوا معاك عادي. دي ماما. ماما في الاول كانت بتحاربني اول سنه اول سنتين حلو لحد والله العظيم برضو لما كنت طلعت في اعلان بتاع تيك توك وطلعت في بيلبورد وكنت سعيده جدا. ماما كان ردها ايه بقى يا بنتي روحي اعملي ماجستير بقى الهبل دوت. والله حقيقي ماما كانت بتحاربني فتره طويله قوي. طب انت حاولتي تفهميها ايه يعني؟ there is no need. ما فيش. انا عامه ماشيه بمبدا ده في حياتي عامه. مش هحاول افهم ماما حاجه عشان ده هياخد مني وقت وطاقه كتير. بس يعني هي هتشوف. بس الفكره هي اعتقد بعدها اعتقد شويه سيكا لما طلعت في التلفزيون. السنه اللي فاتت لما سافرت لبنان اصور. انا اول ما سبت الشغل كانت فاكراني عايزه اسيب الشغل عشان اركز في الموضوع، فطبعا كانت خايفه. بس لا قلت لها لا انا عندي شغل تاني وبتاع بخطط له كده. بس فماما في الاول ما كانت معترضه لحد بقى الشهر اللي فات مثلا قالت لي انا ما كنتش بفهم. انا ما كنتش بفهم علشان انتي انا عماله اقول يا البت العبيطه دي عماله تجيب حاجات وتصور وتعمل ومش عارف ايه
وايه العبط ده وما تشتغل وانا مدخلاها الجامعه عشان تعمل كده وما اعرفش ايه. بعدين بعد كده قالت لي لا، لقيت فيها فلكسبيليتي وسافرت. هي شافتني بقى سافرت كذا مره وصورت بره وسافرت وحضرت طلعتي في حاجات ومش كامبينز عارف كبيره ايه كمان مثلا بالظبط. صراحه يعني. وبتشوفي الناس في الشارع بتسلم عليا تقول لي ايه ده احنا بنحبك، تلاقي الناس مثلا بتتكلم عني. في ناس بتعرفها في الشارع باخدها الايفنتات اللي بتكلم فيها زي مثلا احكي ومش عارف ايه. اوكي. فاللي هو ابتدت تدرك انه ده الموضوع شكل مهم الموضوع اكشلي. في حاجه الموضوع كده. شكله كويس. بس لما دخلتي او لما خدتي يعني الموضوع جد، انتي ما كانش فيه اصلا حد، او مش عايزه اقول ما كانش فيه، انا ما اعرفش، بس شو. انا ما شفتش حد كان بيعمل، هقول مش عايزه اقول نفس المحتوى لان ده مش هيبقى صح، بس شبيه للمحتوى. هل انتي كنتي عارفه ان انتي عايزه تتكلمي على موضوع التغذيه وعن موضوع الثقه، ولا هو الموضوع عارفه جه with the flow؟ مبدئيا انت لو رجعتي تاني ل 2020 وانت يا ندى بالذات هتعرفي عشان انت كنت بتشتغلي مع الانفلونسرز من زمان. بالظبط. انا حاسه ان 2020 حصل ريفرش للانترنت دي حقيقه ككل، مش جوه مصر بس، بره مصر كمان. يعني كان الاول الانستجرام هو الليدنج، فاحنا كان ما بيننا وما بين الانفلونسرز ازاز كده، اللي هو ايه الانفلونسر ده حد بيرفكت قوي، بيلبس عامل ايه، لبسه مش عارف ايه، ميك اب عامل ايه، مظبوط دايما. كان دايما الصور هي المسيطره، ما كانش في ناس بتعمل فيديوز كتير. معظم الناس بتعمل فيديوز كانوا بيعملوا فيديوز كوميدي على الفيسبوك، وبعدين بيبتدوا ينتشروا. ممكن كمان بيعملوا حاجات على اليوتيوب دي اي واي، نعلمك حاجه، اكل طبخ مش عارف ايه. ولكن الكونسبت بتاع الانفلونسر اللي قاعد معاك في الشقه ده ظهر من تيك توك اعتقد. والفتره بالذات بتاعت لما قعدنا في كورونا وقعدنا في البيت، ناس كتير كانت، انا واحده طالعه مش حاطه ميك اب، واحده طالعه مش عارف مش عامله شعرها، واحده طالعه معاكم قاعده في البيت. بقى في يعني مثلا one of my favorite friends درجالي بيعمل فلوجز من السرير او قاعد في السرير بيتكلم. لا ودرجالي والولد بقى مشهور جدا بالظبط. لا وهو مميز في توبكس بيتكلم عليها بهزار، بس بجد بيبقى ليها وجهة نظر يعني. ايوه. ولما عمل برنامج عمله برضو كنا متغطيين. ايوه انا شفت كنا قاعدين في كنبه ومتغطيين. ساعتها حتى قالك تاخدي برتقال. والله كانت ساعه ونص لذيذه قوي. بس فاحنا فجاه كده كسرنا الحاجز اللي ما بين الانفلونسرز، اللي انا حاسه ان هم كانوا مثلا ايه حاجه اوت ذير قوي او ريتشد قوي ولناس في البيت. فاعتقد ده نمبر 1 ان هو قرب. تاني حاجه كسر حواجز كتير، ان كان في لازم شكل معين للانفلونسر، لازم يبقى معاك. انا كنت عايزه اعمل كونتنت من قبل كده، انا فاكره كنت عايزه اعمل كونتنت من قبل كده، و اكشلي كنت حاسه انه لا مش هينفع، اصل انا ما عنديش اللبس الكافي، ما عنديش الميك اب الكافي، لا شكلي مش عارف لازم ابقى عامله ايه عشان اعمل ايه، واخس 5 كيلو، طب اخس 10 كيلو، طب لما اجيب الهدوم الفلانيه، طب مش عارف ايه، عشان دايما كنت شايفه ان ده شكل الانفلونسر العادي. فده بالنسبه لناحيه الناس اللي ابتدت تعمل كونتنت. الناس اللي ما بقتش تعمل كونتنت بس بيتابعوا ناس بتعمل كونتنت، هم فجأة شافوا ناس قاعدين معاهم شبههم لزاز معرفش ايه، فابتدوا يحسوا انه ده اقرب، فابتدوا يحبوا الموضوع ده، فابتدوا يتابعوه اكتر، فابتدوا يندمجوا في الموضوع. فاعتقد يعني it wasn't، انا مش كنتش السبيشال الوحيده اللي طلعت عملت whatever، لا اعتقد ان هي كانت موجه، والموجه دي جت بالصدفه مع لما انا بدات بالصدفه برضه. لما ما خفتيش اول مره او ترددتي ان انت تتكلمي، انا مش عايزه اقول موضوع حساس، بالنسبه لي انا مش حساس، بس ممكن يكون كان بالنسبه للمجتمع ساعتها، اللي هو هدير بتتكلم على حاجه اسمها التغذيه الحدسيه، هدير بتقول انه ما فيش حاجه مش مفروض ان احنا نعمل دايت، فاهمه؟ ما قلقتيش قبل ما اول مره عارفه قبل الريفيل كنتي متوقعه ردود الافعال ممكن تبقى عامله ازاي؟ لا، علشان انا اول حاجه انا ما بحضرش شغلي، ما بكتبش سكريبتس، ما بعملش اي حاجه من الحاجات ديت. انا بس هشوف اي كلام اعمله والله. انا عارفه ان الموضوع ده محتاج يتغير، علشان انا دلوقتي الموضوع بقى كبير وهدك عليا وبقيت بجد مش قادره. ولكن انا اولا انا كنت بتكلم مينلي عن البيوتي والفاشن، ودي حاجه لسه بتكلم عنها. ولكن لما انا اللي هو ابتديت اقول ايه، طب ما اشارك حاجات من حياتي عادي، مفيش مشاكل، فاهماني؟ فهي جت كده وكمان مسجز من ناس كتير وكومنتس من ناس كتير بتقول ايه ده احنا عايزين نعرف كذا، ايه ده مش عارف ايه. انا كنت عايشه في بابل برضو شويه، انا كنت دايما بقول البابل دي، انا كنت عايشه في بابل، ما كنتش اعرف ان في ناس كتير ممكن تريليت لحاجه. فلما جيت اتكلمت انا ما كنتش مقرره ان انا اعمل حاجه، انا كنت ماشيه في جيرني حلو، والجيرني بتاعتي دي حبيت ان انا اقولها، بس ما كنتش عنديش بلان معين، لحد دلوقتي ما عنديش بلان معين. كنت في فتره كنت بتتكلمي فيها لما دخلتي بقى في الموضوع ابتدى يجيلك مسجز كتيره، وانا فاكره ساعتها ان انت طلعتي عملتي ستوري كده
وقلتي انه يا جماعه انا نفسيا مش هقدر استحمل. اعتقد كان مش انتقادات، اعتقد كان بيجيلك اللي هو زي مشاكل كتير او حاجه ان انت محتاجه ان انت حلي لي كذا، او ممكن يكونوا الناس مش عايزه اقول فهموا غلط، بس من كتر ما الناس فعلا got related to you، فانت عارفه اللي هو لا وانا عندي كذا وانا عندي كذا وبتاع. انت وقتها كنتي overwhelmed قوي صح؟ انا مش فاكره الحته دي، بس دي بتحصل لي كتير عامه. انه كان في حاجه اسمها تروما دامبنج، ان حد بيجيب التروما بتاعته ويقوم راميها عليكي. تمام. المشكله بقى ان التروما دامبنج دي بتحصل لي كتير قوي في المسجز، وده بيبقى وسط مسجز ناس بتقول هدير عايزينك نبعت لك جيفت، هدير عايزينك نعمل معاكي كامبين، هدير معلش كنتي بتتكلمي عن الكريم الفلاني قولي لي عليه، هدير معلش قولي لي نوع الشورت اللي مش عارف ايه اللي كنتي جايباه. فانا طبعا مش هقدر، انا اولا ما بلحقش اقرا كل المسجات للاسف، علشان انا ما عنديش 48 ساعه في اليوم، انا عندي 24 ساعه بس، وبحب اكل وانام وكده، بعمل حاجات تانية غير ان انا اقرا المسجز. تاني حاجه انه لو انت عايزه تفشي اوت الكومنتس اللي انت لازم تدوري عليها او تردي عليها، زي مثلا حد بيسال عن نوع حاجه اتكلمتي عليها، او حد بيسال على فيديو مش لاقيه عندك، او مثلا حد عايزك تساعديه في البراند بتاعته او وات ايفر. في النص بقى في مليون مسج، قصص طويله عريضه مش عارف ايه، بس هي الفكره ان انا بحاول ارد على اللي اقدر ارد عليه. لكن لما الموضوع يبقى overwhelming especially لما فيديو يجيب مثلا I don't know مليون ولا 2 مليون فيو، فناس كتير بتيجي، فناس كتير بتبعت مسجز، فناس كتير كده، فانا ما بلحقش اقراهم كلهم، ما بلحقش اجاوب عليهم كلهم، ببقى متضايقه عشان مش عارفه اساعد الناس، عشان انا مش هعرف اعمل كل ده. لا طبعا مش هتعرفي تساعدي كل الناس بالمعنى الحرفي بالظبط كده. تاني حاجه ان كل حد، ودي حاجه الناس ما تعرفهاش، كل حد بيبعت مسج فاكر ان المسج بتاعته دي هو الوحيد اللي في البابل دي لوحده. احب اقول لكم ان كل مسج بتجيلي شبه بعض فعلا، كلهم شبه بعض بفاريشنز مختلفه، كلهم شبه بعض. فببقى بقول طب خلاص انا هعمل كونتنت يوازي الكلام ده، عشان لما يشوفوه يعرفوا الاجابه، عشان انا مش هلحق ارد عليهم كلهم، لان انا عارفه كمان ان انا لو شفت 10 مسجات في مثلا اتليست 100 تانيين انا ما شفتهمش ومش لاحقه ارد عليهم. فعلشان كده يعني انا بطلت بقى ان انا احاول ان انا بقى ايموشنالي انفولفد واتضايق لنفسي ومش عارف ايه، فهحاول هاخد الطاقه السلبيه دي احولها لكونتنت، واي هوب ان الناس تشوف الكونتنت تعرف ان دي الحلول والكلام ده. كنت في الاول خصوصا لما انتي طبعا بدايتك كانت قويه قوي على التيك توك، والتيك توك اكيد تهالي ساهم في رحلتك بتاعت صناعه المحتوى كتير. لما كبرتي على الانستجرام كان في ساعات انتي على التيك توك كنت دايما، او مش عارفه انتي قولي، انا دايما بحس التيك توك ككوميونتي لذيذ. الانستجرام لما كان ساعات بيجيلك مثلا انتقادات بس بشكل سخيف بصراحه، يعني انا مش حابه اقولها هي ايه، بس عادي اللي هو الانتقادات بشكل سخيف، اقول له اكيد انتوا كل صناع المحتوى بصراحه بيتعرضوا لها. بس انتي عملتي ساعتها حاجه والناس كلها اللي هو كانت ايه ده، ان انتي كنتي بتطلعي تردي، فاكره كنتي تاخدي الكومنت ساعتها وتطلعي تردي عادي بوشك وتحاولي تفهمي، يعني انتي ما كنتيش مثلا بتاتاك الشخص، خصوصا حد بيقولك لا انتي مش مفروض تتكلمي عن كذا مثلا وحد في الوزن ده لا اصل مش عارفه ايه. فاكره ساعتها لما الموضوع كان مع الناس اللي هم مستغربين اللي هو هي ليه بتطلع ترد على الناس اللي بتنتقدها، او في مثلا حد قالك بطلي او كده، بس انتي فضلتي مكمله. انا كنت شايفاها عامه حاجه كويسه، انه sometimes بحس ان الناس الانتقاد اللي هو مش بناء محتاجين مثلا حد ممكن يوجههم، او ممكن يكونوا مش فاهمين. هل انتي كنتي قاصده ولا لا هو انتي رديتي طيب انا كهدير انا ملاحظه حاجه في المجتمع. بتروحي اي عزومه يا ندى وحد بيقول لك اي حاجه اكيد حاجة. اي حاجه بصراحه طبعا ايه ده، إيه ما خسيتيش ليه بعد الولاده، ايه ده انت خسيتي قوي كده ليه وانت ما بتاكليش ولا ايه ده شعرك اللي هي ليه ممكن لو عامل عزومه كده، اللي هي عارفه لو احنا مش قريبين قوي بصراحه ليه ابنك ليه ابنك ليه اي حاجه صح. لا دي حقيقه، جوزك اتاخر ليه بيخونك ولا ايه، فاهمه اللي هو الانتقادات العاديه جدا صح عيب نرد صح. كان يعني او التابو بيقول كده، فاهمه عيب ما ينفعش انت الادب ولا ايه. طيب تعالي نبص على اي ست في الكون، اديني اي حاجه، واحده مش متجوزه ما اتجوزتش ليه صح، واحده اتجوزت وهي صغيره حرام عليكم اتجوزوها صغيره كده، واحده اتجوزت وهي بتشتغلش خلي بالك واحده اتجوزت ما بتشتغلش ما هي قاعده عليه واحده اتجوزت وما بتشتغل ما هي مش فاضياله واحده ما اتجوزتش خالص
ما هي مش لاقي حد تتجوزه. واحده اتجوزت مثلا وهي كبيره مثلا 35 او 40 او وات ايفر، ما هي تلاقيها اتجوزت اي حد عشان مش لاقي حد تتجوزه. واحده رفيعه، ما هي اصلها فلات. واحده مليانه او تخينه، ما هي اصلها بتاكل كتير يا حرام ما عندهاش اراده. واحده شعرها كيرلي، لا ايه ده شعرها وحش قوي. واحده طيب كل بقى الكماليات فيها، اتجوزت مثلا في سن ال 25 وشعرها ليس وتقيل ومش طويل قوي ولا قصير قوي ورفيعه بس كيرفي وعينيها زرقاء وكل حاجه، شايفه نفسها. فاي حد هينتقد الناس، ولكن دي مش مشكلتي بقى. لان انا شايفه ان اي حد فاضي هينتقد الناس. انا اسفه في ناس فاضيه كتير وعندها انسكيورتيز كتير اكيد. تمام. فدي مش المشكله بقى. المشكله في انه عيب نرد. ده فعلا ده اللي كان بيتقال، ما ينفعش نرد. تمام. فده بيؤدي لبنات كتير انا مش عايزه اروح، انا مش عايزه اخرج، انا مش عايزه انزل. لو حد بقى عنده eating disorder، انا هاكل وارجع، او هاكل كتير جدا، او هجوع نفسي، فهيأثر على جسمهم كمان. هيجي لهم انوركسيا او بنج ايتينج او بوليميا. فده هيأثر على حياتي انا. الانسكيورتيز بتاعت الشخص ده هيأثر على حياتي انا. الناس دي بقى عندي في المسجز، اللي هم الناس اللي مش عايزين يخرجوا او بيرجعوا او ما بيجوعوا نفسهم او مش عارف ايه. فالناس دي عندي انا في المسجز وبيرموا عليا التروما ديت. فانا I have a responsibility to show people two things. اول حاجه ان اي حد بينتقد، عشان دي مش مشكله فيه هو، دي مشكله في الشخص اللي بيرمي الانتقاد. تاني حاجه انه الشخص اللي ممكن ما تردش عادي، ولكن في غيرك ممكن يرد ويوريك انه عادي. فاهماني؟ صح. في مثلا هقول لك على حاجه. في واحده اسمها جوليا، انا ما اعرفش هي حقيقيه ولا فيك اكاونت. جوليا دي انا سايباها عندي عشان هي بتسليني جدا عامه. البنت دي والله العظيم البنت دي كانت بعتالي قبل كده كومنتس. كنت عامله فيديو عن السفرات اللي انا سافرتها. حلو. ففي واحده قالت تقول لي ايه، هو انت سافرتي فين؟ ده انت سافرتي افريقيا، على اساس ان افريقيا دي مثلا في المعادي عندي. ما علينا، مش مشكله خالص. يعني ايه المشكله؟ فكان ده كان مثلا ايه فيديو تاني، شافت فيديو تاني كنت انا سافرت ايطاليا قبل كده ومش عارف اسبانيا وحاجات كده. تمام. هو انت اصلا رحتي فين؟ ده انت لولا جوميا ما كنتيش رحتي في حته اصلا. تمام. كنت انا سافرت برضو مع التيك توك دبي ومش عارف سافرت لبنان وما اعرفش ايه وبتاع. فرحانه قوي يعني انك رحتي لبنان. دي لبنان دي قريبه ورخيصه اصلا. فانا بسيبها والله. جوليا مش عاجبها حاجه خالص. جوليا كمان كنت مره داخله لايف وكان ورايا البوكس الجوتشي اللي هو بتاع الشنطه دي. اوكي. تمام. الشنطه دي انا جايباها مستعمله عشان انا ما بجيبش شنطه براند جديده الا مثلا لو حاجه ارخص شويه. تمام. وانا فخوره جدا بالموضوع ده لان ده انفستمنت وبجيبه بربع الثمن بتاع الشنطه اللي مش مستعمله. وده ماركت مشهور يعني لازم تعرفوه عنه. تمام. الشنطه البنت دخلت في اللايف بقى فرحانه قوي بالجوتشي اللي وراكي. انتوا عارفين انها مستعمله، جايباها بعد ما حد تاني استخدمها. هي متابعاكي قوي. انا معجبه جدا بيها على فكره. يعني انا عايزه اعرف مين بيسبونسر هير، لان انا عايزه ابقى فاضيه يبقى معايا فلوس، ابقى عندي باقه نت وموبايل ادخل اشتم في واحده ما اعرفهاش. فانا عايزه حد يسبونسر مي عشان ابقى فاضيه كده بصراحه. لا انا ما عنديش وقت للاسف ان انا اعمل كده. فمثلا الناس دي واحده زي دي انا ما اعرفش هي فيك اكاونت ولا مين ولا حتى اصلا اسمها جوليا ولا لا يعني. فهي بس شوفي مثلا انا شخصيا كهدير انا شايفه ان انا عملت حاجات كويسه في حياتي راضياني عادي. انا راضيه عن نفسي ما عنديش مشاكل. سافرت وما اعرفش ايه وبتاع. هي بقى ايه، شوفي انت عملت اي حاجه انت برضو مش كفايه. انت برضو مش كفايه. جوليا دي مش مهمه عشان دي واحده فيك اكاونت ولا وات ايفر. ولكن فكر في اي حد بيقول لك كده ان هو زيه زي جوليا دي، ان انت مهما عملت انت مش هترضيه. you're not gonna be good enough. هدير انا فاكره عشان يعني احنا كنا كمان يعني بنشتغل مع بعض وانتي لما كنتي في 2020 ولما الموضوع ابتدى يبقى جد. انا فاكره كويس قوي انتي كنتي يعني كنا ساعات نقعد نتكلم مع بعض كنت بسالك انتي بتصوري ازاي وبتاع. لما ابتديتي بقى لما ابتدى التيك توك اللي هو ايه 20-30 كنت تعملي فيديوز كده اللي هو احنا 30,000 قمر احنا 40,000 مش عارف ايه. فمره قعدتي معايا قلتي لي كلمه انا يعني it was very inspiring ليا لما سالتك بقولك انتي بتصوري ازاي كده. قلتي لي انا بصور يوم الجمعه والسبت. ايوه. وبقعد اصور الاسبوع كله. ساعتها بصيت لك قوي كده قلت لك بتصوري الاسبوع كله ازاي يا هدير؟ قلت لي انا يعني مثلا الاسبوع 7 ايام اصور 2 يعني انا ممكن الجمعه والسبت اصور حوالي 25-30 فيديو. ايوه فاكره الوقت ده؟ ايوه بعمل كده لحد دلوقتي برضه. ايوه.
طب ما انت اهو بتعملي على فكره كونتنت بلان اهو، وبتحاولي لا ان مش كنت انت بلان ولا حاجه. انا بفتح الكاميرا يوم الجمعه. انا دلوقتي يوم السبت والحد عشان اجازه السبت والحد مش جمعه وسبت. اوكي. بس فانا بشتغل سبت وحد. ولكن رقم واحد انا بقيت مور ديليجنت، يعني بقيت مركزه اكتر في ديتيلز الكونتنت، لان بقيت خبره شويه بصراحه. اكيد طبعا. يعني تخيلي مثلا انت بقالك 4 سنين شغاله في شركه، انا كاني 4 سنين شغاله في شركه الكونتنت، او يعني اوكي. اولموست 4 سنين، لسه مش 4 سنين. بس فبقيت خبره شويه، فبقيت محتاجه اركز اكتر، بقيت مش عارف ايه. بلس كمان ان ظهر في حياتي ايفنتس وحاجات لازم احضرها، وكامبين لازم اصورها وما اعرفش ايه. فبقيت ساعات بصور كمان بعد الشغل، يعني اخلص شغل واصور، وفي الويك اند اصور. انت شغاله فول تايم اصلا انا صح شغاله كده؟ فول تايم. لما ابتديتي تشتغلي في صناعه انا غلبانه المحتوى قوي. وكده، والله عارفه اللي هو انا عندي دورين. انا عندي دورين، والله كتير قوي. لما ابتديتي حسيتي ان صناعه المحتوى ابتدى يجيلك منها عائد ايا كان ايه يعني، بس ابتدى اللي هو تشوفي منها زي ما بنقول احنا اللي هو الROI، او ان انت لا لان برضه صناعه المحتوى ممكن تبقى شغل فول تايم صح؟ طبعا في ناس كتير بتعمل كده. بالظبط. إيه ليه هدير ما خدتيش الخطوه دي بالنسبه لك يعني من وجهه نظرك يعني؟ طبعا مفيش حاجه صح او غلط يعني. طبعا انا شايفه كده. اول حاجه انا عاملاها انه انا بحب اشتغل. انا عارفه ان الموضوع غريب، بس انا فعلا بحب اشتغل. لا هي دي بصوا يا جماعه بجد. وبعدين طاقه في الايميلات بقى ما بالليل، انت اشتغلتي بالليل معايا طاقه في بالليل، الايميلات. بكتب ايميلات خطيره. معرفش ايه غيتها ان هي ترد علينا 11 الا ربع، ما بس ماشي تمام. هقول لك ليه، عشان تصحوا تلاقوها اول حاجه في الانبوكس عندكم. بصوش دايما في. اصل لسه بعملها لحد دلوقتي. كنت تكلمي اصحابي اللي في الشغل الجديد. ايوه والله، اول ما بتصحي بيبقى اول حاجه في الانبوكس عندي. انا لا بس عشان احنا لما كنا بنشتغل مع بعض واحنا ما كناش عارفين بعض قوي بصراحه، يعني كنت قاعده اقول في دماغي ايه البت الرخمه دي؟ لا الصراحه ما كنتش بقول رخمه، بس كنت بقول ايه، طب هي يعني بعت الايميل هي متوقعه ايه؟ دايما كان عندي كده سؤال في دماغي اللي هو هي متوقعه ان انا هرد لا دلوقتي طبعا. صح؟ لا بس اوف كنت كورس نوت. بس انا دلوقتي بعدين لما عرفتك فهمت، لان انت هي بيبقى عندها حاجات كتيره وبتبقى عايزه تخلصها، فاللي هو ايه انا خلاص بعت ده، بحس اللي هو خلاص انا هستنى بقى اشوف هيحصل ايه. بس اللي ما يعرفكيش في الاول يتوتر. تفتكر انا فاهمة؟ غريبه صح؟ يعني لا خالص. هقول لك اول حاجه موضوع الايميلات ده، انا الايميلات ببريوريتايزت اخر حاجه عشان اكون خلصت كل حاجه عندي. وحتى ممكن اخرج وارجع ابعت ايميل. ليه؟ عشان زي ما قلت لك، اول ما هتصحي الصبح وهتفتحي مكتبك الساعه 9 او 10 او وات ايفر، دي اول حاجه هتلاقيها، لان دي اخر حاجه مبعوثه. اوكي. بس بس انتي ما فكرتيش ان انتي تتجهي بس لصناعه المحتوى ان هي تبقى الفول تايم جوب بتاعتك؟ دلوقتي لا، ممكن قدام ما اعرفش، بس دلوقتي لا. انا بحب شغلي زي ما قلت لك. انا بحب اشتغل في الماركتينج. اولا بالنسبه لموضوع الاكسبيرينس، انا كهدير انا حابه ان انا اعمل لنفسي براند، ومش عايزه اعمل براند ان انا اعمل بيج او وات ايفر او كده. لا أنا مش ده اللي انا عايزاه. انا عايزه اعمل اكشوال شركه، لان انا اكشلي عايزه الشركه تبقى من جوه ومن بره بتريبريزنت حاجه للستات. يعني مثلا انا عايزه اسهل شغل للامهات، عايزه اسهل شغل للستات اللي بتحمل، عايزه اسهل شغل للستات عامه. انا كنت مبسوطه قوي من حاجه، انا عارفه ان في ناس كتير جدا بيجي لها ريجكشنز بسبب ان هم منتقبات مثلا. دي حقيقة. في شغلانات تطلب من الست لازم تتحجب، وفي شغلانات تطلب من الست انها تقلع الحجاب. انا اول ما اتخرجت من الجامعه خالص اشتغلت في شركه لا داعي لذكر اسمها، واشتغلت فيها كام شهر، يعني عمري ما قلت اصلا اشتغلت فيها ولا لا، بتاعت فاشن. اوكي. كان في بنت بتبيع في واحده من المحلات، والبنت دي كانت لذيذه جدا وتصاحبنا على بعض جدا لانها كانت قريبه من المكتب، فكنت دايما بنزل المحل ده بالذات. البنت دي كانت مش لابسه حجاب جوه المحل وعادي. انا اتفاجئت ان احنا مره كان عندنا ايفنت، فبعد ما خلصنا الايفنت قفلت معاها المحل لابسه حجاب. صاحب الشركه طلب منها ان هي تقلع الحجاب عشان تقف في المحل. ده واحد. في نفس اللحظه دي انا صاحبتي كانت مدرسه وكانت بتشتغل في مدرسه اسلامي، وفرضوا عليها انها تلبس حجاب جوه المدرسه وهي مش محجبه. الرجاله ما بيطلبش منهم حاجه زي دي. لا ما حدش بيقول للراجل انت لازم تلبس حجاب، ولا ما فيش حجاب طبعا للرجاله، بس قصدي مثلا ما فيش حد بيقولك انت لازم تغير من هويه لبسك عشان تشتغل، سواء تقلع الحجاب او تلبس الحجاب. تمام. which when you think about it essentially it's very weird. اللي هو انت ليه لازم تشوف شعري او ما تشوفش شعري عشان اشتغل؟ انا المفروض اتقيم على
على السكيلز بتاعتي، السكيلز بتاعتي وخبرتي. بالظبط. بنات كتير تبعت تقول لي ناس كتير جدا مش عايزين يشغلوهم عشان هم تخان. دي حقيقه برضه. في بنات كتير جدا تبعت تقول ان هم كمنتقبات مش بيلاقوا شغل. فانا عايزه اعمل يعني one of my goals او يعني one of my aims ان انا لو عملت شركه انا هعمل شركه وعايزه اختار the best. مش مهم the best دي عامله ازاي. if the best منتقبه تخينه عندها مش عارف ايه اي حاجه الشركات بتعتبرها حاجه غريبه، انا مش معتبرها حاجه غريبه. انا بدور على the best for the job. حد اعرف اشتغل معاه، حد ذكي، حد personality كويسه، الكلام ده. حتى دلوقتي مثلا انا كنت بدور على حد يشتغل معايا في الشركه اللي انا شغاله فيها دلوقتي. انا عملت انترفيوز لناس منتخبات، عملت انترفيوز لناس اسمه ده قاعدين في البيت، عملت انترفيوز لناس هاندي كيبل. و ده اللي انا بسعى ليه مثلا. دي من جوه. من بره برضو عايزه حاجه اساعد بيها الناس. يعني مش عايزه انا ناس كتير بتقعد تقول لي هديت ليه مش بتعملي ليب جلوس براند؟ الناس ولا البنات تحديدا عامه؟ البنات والناس. البنات بالنسبه لي عشان انا بنت وعايزه اساعد الناس، بس برضو لو ناس تانية هتستفيد منها واي نوت. ناس كتير بقول لك بتبعت لي تقول لي ما بتعملي ليب جلوس براند. انا ممكن اعمل ميك اب براند ويبقى فيها ليب جلوس، بس انا مش عايزه ان انا انا معروفه فالناس هتشتري الحاجه اللي انا هعملها فيلا اعمل اي حاجه. فاهماني؟ فده اللي انا بفكر فيه. فانا طول ما انا شغاله I'm working as my job انا باخد experience ان انا اعمل بيزنس. اوكي. وكل مره على فكره انا بشتغل فيها في شغلانه مختلفه. انا بشتغل في شغلانه مختلفه. يعني دلوقتي ماسكه حاجه اسمها جروث. قبل كده كنت ماسكه ماركتنج، يعني ماسكه انا جروث ده جوه الماركتنج. قبل كده كنت ماسكه ماركتنج اوفرول. قبل كده كنت ماسكه براند. فبقيت فاهمه الدنيا من كل حته عشان لما اروح بقى اقف في شارك تانك اقول لهم هاي شاركس بالظبط كده انا فاهمه كل حاجه. بس هدير، انتي من اكتر الحاجات اللي برضو بتتكلمي فيها ازاي الستات او البنات بيبصوا لنفسهم. لو في كلمة انتي نفسك معظم البنات تفهمها او حاجة من الحاجات اللي بتجيلك كتير، ايه المسبرسبشن بتاع البنات عن شكلهم لنفسهم؟ ان الغلطه دايما فيا. اللي هو انا اكيد انا اللي غلطان في اي حاجة، صح؟ في اي حاجه بجد related to yourself I don't know. بس دايما اللي هو انا اللي دايما تخنت بعد الولاده. طب ما انتي ولدتي يعني مش ده مش طبيعي. اصل هو هيسيبني عشان مش مهتمه بنفسي. طب ما انتي مركزه في البيت. اصل انا ما جاليش شغل عشان انا مثلا منتقبه مثلا. طب ما انتي you believe in this وانتي عملتي الالتزام ده لنفسك. كلها دي مش مشكلتك، مشكله الناس التانية والله. يعني فعلا مشكله الناس اللي هم whatever اللي بيقول لك اصل انت بعد الحمل مش عارف ايه، whatever اللي بيقول لك اصل جوزك مش عارف ايه، اصل الشغل مش عارف ايه. فاهماني؟ طيب اكتر حاجه انت بتريليت فيها في الكونتنت بتاعك ايه؟ انت بتعملي محتوى فعلا متنوع جدا. اتكلمي عن الميك اب، انت شاطره قوي في الميك اب. وبالرغم ان انت بقالك فتره طويله انا حتى مركزه معاكي انت مش يعني سكين كير اكتر، ما يعني حتى كمان انت بيبقى عندك حاجات وكده وعادي بتبقي فيري كين ان انت تبقي طالعه ومش لازم تبقي حاطه ميك اب. انا بشوفها رساله حلوه قوي عامه يعني. انا مش حاطه ميك اب النهارده. وقبل كده كمان انا شفت لك كذا حاجه قريبه فانت ودي حاجه حلوه قوي يعني بجد شابو ليكي عليها. وبتتكلمي طبعا على موضوع التغذيه وساعات بتعملي معانا وصفات الصبح وساعات بتهزري وكده. في حاجه من الحاجات دي اللي هو قريبه قوي لقلبك ولا انت بالنسبه لك كلهم ده هدير؟ ده هدير بالظبط. انا حاسه ان انا overall I want people to be the best versions of themselves. اوكي. فاللي هو زي ما انا عشان انا بقول لك انا حسيت لي كبوه في حياتي. كبوه دي اللي هي 2019 دي كانت سنه صعبه جدا عليا. انا كنت الوحيده اللي فرحانه ان احنا في كورنتين. انا كنت بروح الشغل يعني ده شهر 2 2020 بعيط في الطريق. مش عايزه اقابل ناس، مش عايزه اتكلم مع ناس، مش عايزه اعمل حاجه. فقدت كتير قوي من اصحابي، حصلت لي مشاكل بلا 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 الكلام ده كله. فحتى ساعتها انا كمان كنت مقدمه على شغلانه وما ادوهاليش
لاسباب معينه، وبعدين عشان يحطوني في مكان تاني تمام في الشغل. فانا كنت متكسره اللي هو متكسره جامد يعني. وكنت اي اكسبيرينس برضو ابريك اب قبلها، فكان عندي مشاكل كتير قوي. فالمشاكل دي انا كنت بحاول ان انا اطلع نفسي منها باللوجيك بتاعي، لان انا ما بعرفش اعمل حاجه لو انا مش مقتنع بيها يعني. فانا بحاول انقل التجربه دي للناس، عشان الناس انا شايفه بجد ناس كتير قوي محتاجه ان هم يخرجوا من الكبوات اللي فيها. حاجة بقى مهمة برضو انتي دايما يعني بتطلعي وبتتكلمي عليها. انا مش عايزة اقول المساواة يعني، او انا معرفش انت شايفاها ازاي، بس انتي دايما بتطلعي تتكلمي على حتة انه مفيش حاجة اسمها ان الراجل مثلا في حاجات هو يعرف يعملها الست ما تعرفهاش اكيد يعني، او ممكن يبقى فيه، بس انتي دايما وجهة نظرك رايحة انه المفروض ان احنا نبقى ايكوال، او ان الستات تبقى اكتر واخدة فرص اكتر. هل انتي فعلا بتبقي شايفة، او تحديدا في المجتمع، مش عارفة انتي برضو سافرتي ممكن بلاد عربية، هل برضو في مصر او في المجتمعات التانية الستات فعلا مش واخدة نفس الايكواليتي؟ ده في العالم. انت عارفه ان في امريكا في حاجه بتقول ان كل دولار الراجل بياخده الست بتاخد قدامه 80 سنت. 80 او 78. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان الماترنتي ليف. والله اصل الست دي هتحمل وهتروح تقعد في البيت 3 شهور، بعد كده هتقرفنا تقعد تقول لنا لازم ارضع ابني ولازم ما اعرفش ايه والكلام ده كله. فهي هتقرفنا ولازم ندفع لها فلوس. صح. فرول والله يا جماعه ان احنا هنديكوا 80 سنت قدام كل دولار. يعني لو محمد بيعمل $1000، ندى هتعمل $800، بيشتغل نفس الشغلانه. عشان ندى احتمال تتجوز وتحمل. ده لسه حتى ما فاهمه اللي هو قبل حتى ده يعني. all women. ولما في الستينات في فيلم حلو اسمه ميسز امريكا، ممكن تتفرجوا عليه. لما في الستينات الستات قرروا ان هم يعملوا ده second feminist move ويقولوا انه لا احنا عايزين equal pay for equal work which seems very easy. انا بعمل نفس الشغل، يا ريت تديني نفس الفلوس. عارفه مين اللي واقف قدامهم؟ مين؟ ستات. بجد؟ لازم تتفرجي على المسلسل ده، حلو قوي. الستات دول من الظاهر ان هم كانوا ستات بيوت مش عايزين يشتغلوا، وكانوا بيقولوا ان ده هيحرمهم من the role. انا مش عارفه اللوجيك قوي ان هم هيحرمهم from the role as a women ان هي تشتغل، انها تشتغل في البيت. قصدي انها لازم تخرج تشتغل يعني لو بقى في equal pay. انا بجد ما اعرفش ليه. طبعا ده الناس العبيطه اللي كانت ماشيه ورا الست. الحقيقه بقى وان دي قصه حقيقيه باي ذا واي، الحقيقه بقى ان الست اللي كانت بتليد المعارضه بتاعه ان هي بتكافح عشان الستات ما تاخدش فلوس ايكوال للرجاله في شغلهم، كانت بتعمل كده ليه؟ عشان هي كانت بتعمل لوبينج للرئيس عشان كانت عايزه تشتغل معاه، والرئيس كان معارض. هيدن اجنده جدا. وif you think about it، الست ديت حتى اتقالت في الفيلم you're not really a housewife, you're a full-time lobbyist. انت عماله تقولي انا بدافع عن الحقوق الامريكيه للست بالزبط. انها تقعد في البيت وتبقى سيده بيت وما اعرفش ايه enjoy. لكن دي مش حقيقه. انت you're a lobbyist. انت بتنزلي you're leading حركه سياسيه، حركه معارضه علشان الستات ما تاخدش equal pay، وفي الاخر ما كسبوش. بس ده مش العالم، ده مش مصر ولا العالم whatever، ده العالم كله. ده كل العالم. ولكن في حلول كتير قوي، زي مثلا وقت الكورونا الناس كلها فجأة في الكورونا بقت بتشتغل من البيت. دي حقيقة فعلا. ورغم ذلك الست لما تخلف بعد 3 شهور لازم ترجع المكتب. بالظبط. طب ليه؟ طب ما احنا دلوقتي عارفين ان كلنا ممكن نشتغل من البيت. في ناس كتيرة اثبتوا ان انت productivity level كانت عالية يعني في شركات الاي كوميرس يعني، لو تفتكري. بالظبط. لا يعني ساعتها في شركات كتيرة did really well يعني. بس unless مثلا انا رقاصة محتاجة انزل الشغل بس انا ممكن اشتغل من اللابتوب عادي. حاجة تانية مثلا حتة اصل الراجل ما بياخدش ليف parental leave، بس بتتاخد على فكره في بعض الشركات عشان احنا في البابل الجميله بتاعت ان احنا بنشتغل في شركه برانت ليف. انت فاكره كان عندي مدير خد برانت ليف بقيت السنه ما شفتوش والله ما شفته يا مشغول يا هدير يعني، ما اعرفش والله بقى خد السنه كلها تقريبا كل 5 دقايق. معلش يا جماعه انا بنتي محتاجاني والله. جميل والله. good luck for him والله. بس هو برضو ده حل، انه الراجل ياخد برانت ليف والست تاخد برانت ليف، فده يبقى معمول على الكل، ما يبقاش معمول for just women. في حلول، احنا بس اللي بنأكت ان مفيش حلول. في حلول وفي مشاكل كتير قوي. انا عندي مشكله كبيره قوي يا جماعه في موضوع الجهاز، ممكن اقولها؟ طبعا قوليها. الجهاز مع القوانين اللي احنا ماشيين فيها في مصر doesn't make a lot of sense.
الجهاز تقصدي جهاز البنت؟ اوكي فهمت. انت عارفه الناس بتضحك علينا في البلاد العربيه، انت عارفه المعلومه دي صح؟ ليه؟ احنا مسخه في البلاد العربيه عشان مفيش ست بتجهز عشان نفسها مفيش ست غيرنا. بتجهز نفسها. وبنجهز نفسنا، ولكن يعني مثلا في طلاق غيابي، يعني ممكن انا اجهز نفسي واجهز البيت واجهز الشقه وبعدين ابقى قاعده فيها فجاه نفسي طلقت مثلا. مع ان ده يعني المفروض اعرف لو انا اتطلقت، ما ينفعش اعرف، ما ينفعش فجاه كده. لا هو بس انا اعتقد في حاجه اتعملت على موضوع الطلاق الغيابي ده، مش عارفه ايه يعني. بس والله طبعا بشوف يعني. لحد دلوقتي الناس بيعملوها. هقول لك، مش بس الرولز على فكره، القوانين بتتحط ولكن الناس جوه المنظومه بيحاربوها. بمعنى ان الراجل بيروح يخلي المأذون يبعت لها ورقه طلاقها على بيت اهلها اللي ماتوا، اللي هو مكتوب في البطاقه. فهي مش هتعرف كده انا كده. عنواني اللي مكتوب في البطاقه احنا عزلنا منه من 2015. اوكي. فانا لو حد بعت لي ورقه طلاق عليه بقول لها الناس دي اصلا معهمش رقمي اصلا حتى عشان ولا يكلموني ان انا أي اتطلقت، وهعيش بقى ما اعرفش ان انا مطلقه مثلا. الحته الثانيه برضو بتاعت انه عيب يا بنتي تكتبي قايمه. طب ما دي حاجتي. عيب. ما نؤتمن على العرض لا يؤتمن على الفرد. ويقطعوا القايمه وتحفه وبنت تطلق وتتجوز عليها. ومثلا فور اكزامبل مثلا عيب يا حبيبتي تكتبي مؤخر كبير. طب ما يا جماعه ديننا مديني الحاجات دي، يعني انا ديننا قايل لي ادخلي بشنطه هدومك، ديننا قايل لي اكتبي مؤخر اللي انت عايزاه، ديننا قايل لي اتطلقي لو في مشاكل، ديننا قايل لي لازم يقول لك لو هو في لازم يبقى في مشكله ويقول لك لو في حد تاني عايز يعني عايز يتجوز او تافر تاني وانت ساعتها تطلقي ممكن براحتك. تمام. ديننا قايل لي حاجات كتير ما بتطبقش، ولكن لما بنيجي نتكلم فيها بيبقى الموضوع ايه ده ما ينفعش. ايه ده انت هتكتبي قايمه دي بيئه قوي. ايه ده ما ينفعش تحطي مؤخر. لازم نساعد الشباب ان هم يتجوزوا. طب احنا ما هو بصي في مش حد يساعدنا احنا. ايوه في وجهه نظر حتى يعني ممكن اللي هو ايه تبقي زي ما تمسكي العصايه من النص، يعني اكتبي قايمه بس على حسب برضو فاهمه مثلا مقدرته او مش مقدرته، انا مش عارفه. اصل برضو الناس تقول لك اصل الدنيا غاليه. طب يا جماعه ما هو فلسطين الدنيا محتله والرجاله برضو بتجهز يعني الدنيا مفيش اوحش من كده. فالموضوع ده بيضايقني. انا ما عنديش مشكله. مثلا هقول لك على حاجه، في برضو ماث بتقول اصل العصمه بتبقى في ايديها. العصمه ما بتبقاش في ايديها. لما الناس بيقول لك العصمه تبقى في ايدك ولا في ايده، لا. في حاجه من اتنين، يا اما العصمه تبقى في ايده هو لوحده وده معناه ان انت ما ينفعش تطلقي نفسك، لازم هو تتحايلي عليه عشان يطلقك وساعتها بيقول لك ابريني، وده اللي بيحصل كتير جدا. يعني يا رب ان شاء الله يطلع كويس. طب لو ما طلعش كويس تعملي ايه؟ ما اعرفش. اوكي. وساعتها ممكن يجو through a lot of things علشان ما يدفعش فلوس للاولاد او whatever، وده بيحصل كل يوم. ده بيحصل كل يوم صح. او العصمه تبقى في ايدينا احنا الاثنين. يعني العصمه تبقى في ايدينا احنا الاثنين، يعني ممكن احنا الاثنين نفايل فور ديفورس، مش بتبقى في ايديها هي. يعني هو مش هيروح يطلب منها الطلاق. ايوه في كل التو في التو اوبشنز الراجل ما بيطلبش من الست طلاق. في اوبشن ان الطلاق يبقى في ايد بني ادم واحد، وفي اوبشن الطلاق يبقى في ايدين اتنين بس. لكن مثلا ايه، حد مثلا يقول لك العصمه في ايديها، العصمه ما بتبقاش في ايديها، بتبقى في ايديهم هما الاثنين. people get shamed. ما ينفعش. فانا حاسه انه احنا مجتمعنا والناس بتقول كلام انه مثلا لو احنا كده مش هنتجوز. يا جماعه عادي جهزوا معاهم لو انتوا عايزين، رغم ان ده مش شرعي. اوكي whatever. انتوا قررتوا تنطوا الحته دي او لا، احنا بنساعد، ساعدوا. بس ما ينفعش ان انت داخله على اسس ان انت كانك انت اللي بتجري ورا الموضوع. فاهميكي. يعني اللي هو انا لا هكتب قايمه ولا هكتب مؤخر والعصمه هتبقى في ايده والطلاق غيابي ويتجوز عليا من غير ما يقول لي. طب ايه بقى؟ طب انا جاي اعمل ايه بالظبط؟ انا مش عارفه. انا بجد مش عارفه ازاي ممكن حد يحس بالامان في الموضوع ده. اعتقد بقى بتبقى يعني معرفش، بس هي بتبقى بالاتفاق وبتبقى برضو على حسب الشخصيات. وفي بنات بصراحة يعني مش هضحك عليكي بيضحك عليها. انا في واحده قعدت من شهر 2 لشهر 11 تبعت لي مسجات تقول لي هدير ارجوكي انا جوازتي بتبوظ لاني ما خلصتش جهازي. لا حول ولا قوه الا بالله. بتحصل كتير. ما انت فعلا طلعتي اتكلمتي عن الموضوع ده كتير، ولقيتك بتتكلمي بره يعني مش كتير قوي، بس انا شفت لك اعتقد في ستوريز. ده بقى الكلام اللي بره. عارفه الكلام اللي جوه ايه بقى كمان؟ انت مش عامله ليزر. الليزر بيكلف فلوس وانت ما ادتنيش مهر كفايه. انت تخينه خسي، الخسان بيكلف فلوس. انت ليه مش مفتحه؟ بصي في موضوع الخسسان او حتى الرفع برضو، لان انت برضو ممكن تبقي رفيعه قوي فتخني.
لو انا رايحه لشخص، انا ما بحبش كلمه تخينه او رفيعه، عادي جسمها مختلف يعني، بس لو هنقول ماشي مليانه شويه مش مليانه شويه، اوريدي انا رايح لها كده. بس انا انت بقى بكلمك على رايحه الحاجات اللي تغيريني جوه، ليه؟ ما على انا الحاجات فاهمه. اللي جوه. يعني انا بستغرب مثلا انت دلوقتي واخداني كده، انت واخداني او انت واخدني جسمي كده، ايه اللي حصل بقى؟ يعني ليه لازم انا 100%؟ وعلى فكره برضو للبنات برضو، يعني هي انا دي بحسها مش صح ان انا اطلب برضو كده من الطرف التاني. يعني لو انت واخده حد وانتي مش راضيه برضو عن الشكل، وهو كمان، يعني ليكوا برضو حريه، لان ده شخص هتعيشي او هتعيش يعني الاتنين هيعيشوا مع بعض. فلو انا مش راضيه عن حاجات كتير في المظهر الخارجي مع الداخلي، طب انا ليه بعمل كده؟ يعني فاهماني؟ ما هو هقولك على حاجه، المظهر الخارجي ممكن يبقى باين واحنا قاعدين، تمام، اكيد طبعا. ولكن في حاجات مثلا بتبقى نقاشات ما بين الخطيب والخطيبه او الولد اللي جاي يتقدم والبنت اللي قاعده، اوكي، اللي هو ايه، لا معلش انت لازم تعملي ليزر، انا ما ينفعش انت يبقى عندك مثلا شعر في ايدك ولا في اي حته ايوه مثلا. فاهمه. ايه ده، لا معلش انت لازم بقى تروحي عشان تفتحي مش عارف فين وتفتحي فين وتفتحي فين وبتاع. وصلت لمرحله ان انا بشوف اعلانات لفيلر للمنطقه الحساسه، منطقه ايوه انت طلعتي البكيني، فعلا فيلر. اتكلمتي عن الموضوع. can you imagine؟ ده والناس صعب أوي. بتعملها، الناس بتعملها ليه؟ عشان مضغوط عليها. بس ده برضو على فكرة حاجة مستخبية، هي واحد بتكلف فلوس، تاني حاجة بتدمر، ممكن تدمر أي حاجة فيك، تالت حاجة تخلي نفسيتك مش مظبوطة. واعتقد دي، فتفتكري بقى احنا كده في ايكواليتي ولا احنا اساسا بنحاول نوصل لحاجة؟ لا ان شاء الله بنحاول، يا رب طلبتي من نوصل. راجل انه يعمل فيلر قبل كده؟ مش هطلب كمان. احمد بقول لك ينفخ شنبك. انت هدير دلوقتي بتشتغلي مع براندز كتيره قوي ما شاء الله، ووصلتي كمان ان انت في فتره كنت بتشتغلي مع براندز مميزه. دلوقتي عندك لما بيجيلك بقى حد او بيبقى عايز تعملوا حمله دعايه مع بعض وكده، عندك مش عارفه اسمها ايه بالعربي، كرايتيريا معينه، اللي هو عشان انت دلوقتي بصراحه عندك مصداقيه، واكيد انت دي لو اتفقدت اعتقد هتفقدي، يعني الموضوع كله هيبوظ، يعني ده في رايي طبعا. يعني ازاي بتتاكدي ان انت لا انا هعمل كذا؟ بيبقى مثلا عندك حاجات معينه انت عايزه تشوفيها من البراندز عامه قبل حتى ما توافقي، ايه هي بقى؟ فاكره برضو لما قلتي على موضوع الشغل وكده، انا كمان موضوع ان انا عندي شغلي ده بيخليني بالظبط. بعرف ابقى بيكي. ما انا عشان كده بسالك. بعرف ان انا اختار، يعني انا مش مثلا اللي هو انا محتاجه اشتغل مع حد عشان عليا قسط العربيه مثلا، فاهمه؟ انا مش فهماكي. محتاجه ان انا اعمل كذا علشان ورايا حاجه لازم اجري وراها، فدي اوكي. اول حاجه تخليني بيكي. طبعا في ناس، انا شخص مستقل ماديا 100%، ما حدش بيديني فلوس بقالي 12 سنه. ففي 12 سنه اللي فاتوا دول اتعلمت ان انا معايا جنيه هعيش بيه، معايا 10 جنيه هعيش بيه، معايا 1000 جنيه هعيش بيها، معايا 10000 جنيه هعيش بيها، وما بين ده وده وده وده. طبعا لما بتكبري بتعرفي انه لازم تشيلي شويه فلوس للزمن، لازم تشيلي شويه فلوس مثلا عشان لو لا قدر الله مثلا حاجه حصلت لامي، العربيه فجاه صح. عملتها معايا وبقت محتاجه فلوس تتصلح، اخويا محتاج حاجه كده، فاهماني؟ اوكي. فانتي كشخص برضو 32 سنه، فاللي هو كشخص كبير شويه او ناضج شويه، بيبقى عارف انه ما ينفعش اعتمد على حاجه واحده في حياتي، تمام. اوكي، من ناحيه تانية بقى، ده ناحيه الناحيه الفلوس، عشان نرد على الموضوع بتاع يعني من ناحيه سوري، من الناحيه بنتكلم فيها عن الشغل، تمام. بالظبط. من ناحيه بقى تانية بالنسبه للبراندات، انا كشخص بيكي انا مش محتاجه حاجه، فبالتالي مش اي حد ممكن اقول اوكي تمام. في ناس بتضغط عليا، طبعا. ارجوكي احنا هنموت لو ما عملتيش الفيديو ده. الموضوع ده بيبقى رخم قوي بالنسبه لي، لان انا بقعد اللي هو ايه، طب يا جماعه، طب لا خلاص، وبقول كذا مره يا جماعه لا خلاص، يا جماعه لا خلاص. بخاف والله الناس تقلب عليا وتقول لي ايه، لا انت وحشه هنروح نحطك في البلاك ليست مش عارف ايه وبتاع. ده اول حاجه. تاني حاجه، الكونسبت بتاعي ده لازم اجرب الحاجات بتاعتها. ببقى مبسوطه لما بتجيلي حاجه انا اوريدي بستخدمها. يعني يعني مثلا في براند، مش ينفع اقول اسمها، لا ما تقوليش، ماشي، في بلاش. براند معينه جم وقالوا لي احنا عايزين نشتغل معاهم، كنت مبسوطه جدا لان انا اوريدي بستخدم السيرم بتاعهم والسان سكرين بتاعهم، حطاهم النهارده. فكنت مبسوطه جدا ان هم اوريدي دي حد بشتغل معاهم، فانا مبسوطه ان انا هشتغل بحد انا اوريدي بشتغل معاه. حاجه مثلا انا ما جربتهاش بجربها. بتحصل مثلا ساعات ان انا لما مثلا حاجه ما اقتنعش بيها برجعها، بقول لهم سوري يا جماعه، انا ممكن ارجعها لكم، ولو دي حاجه اتلبست انا هديكم ثمنها. وحصلت لي طبعا كتير. ورد الفعل بيبقى وحش برضو، بس مش يعني اهم حاجه انت بتعملي حاجه اللي انت مقتنعه بيها.
بس ضغط بقى. طبعا. احنا ما عجبناش ده، احنا ما اعرفش ايه، طب لا معلش جربيه تاني، ادي المنتج فرصه تانية. جربيه تاني. مش عايزه. I don't want. ففي الاخر انت لما بيقفل على مش احسن حاجه يعني. بلس كمان الناس مثلا تيجي تقول لك ايه، معلش دي هتقولي لا للهديه، هقول لا للهديه علشان انا عندي حاجات كتير مش عارفه اخلصها، بحاول اطلع جيف اويز مثلا. أيوة، وكمان منتجك مش ماشي معايا، مش معنى ان منتجك مش ماشي معايا او منتجها ان هو يبقى وحش عادي. ما انا ممكن تبقى بشرتي مثلا مش لايقه عليه دلوقتي، او كذا مش لايقه عليه، او وات ايفر. بلس كمان موضوع يعني الانتجريتي اللي انت قلتي عليها دي، ان الناس بتصدق الحاجات اللي انا بقولها صراحه. فلو انا كل مره هطلع اقول ان ده حلو او ده مش حلو وده تحفه وده ما حصلش وما اعرفش ايه، دايما هتلاقيني بتكلم عن الانجريدينتس. عشان في انجريدينتس تبقى مناسبه ليا ما تبقاش مناسبه ليكي، في مش عارف ايه. الانجريدينتس دي برضو مهمه قوي. وباخد بقى لما بيجي لي كومنتس مثلا، انا ساعات مثلا بجرب حاجات ويقول لك لا ده مش حلو. والله يا جماعه انا بقالي سنه بستخدمه او بقالي مش عارف ايه. بحب كمان لما بقالي كتير بشتغل مع حد عشان انا بقيت عارفه البرودكت اكيد طبعا انسايد اوت، فبقيت فاهمه كل حاجه. وكمان ما بحبش فكره ان انا يبقى عندي سبونسرد ورا بعض كتير فيديوز، عشان انت الكونتنت بتاعك فعلا كله معتمد على you are sharing your experience، وده واضح فعلا يعني. بالظبط. فبحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا ما اخدش like a lot of offers. ابقى دقيقه في اختياري، اجرب الحاجه. طبعا ده بيعمل لي مشاكل behind the scenes ما حدش يعرفها، ان انا بتخانق مع ناس وناس بيقولوا لي لا جربي المنتج ومش عارف ايه. بس هدير، لو في حاجه الناس فاهماها غلط بس فاهمين ان هي صح عن صناعه المحتوى، ايه هي بالنسبه لك؟ كنت لسه بشوف بوست عن ايفنت كده كنت هروحه، وكان فيه كتير كومنتس جنرالي عن صناع المحتوى وعني انا شخصيا وعن ناس تانية شخصيا. كان حد بيقول ان هدير من العنطزه واخدها وما بتردش. فمثلا حاجه زي مثلا الناس بتسالني على الكوتش اللي انا بعمل معاها علاج من تراب الاكل، اسمها نادين. انا قلت اسمها كذا مره، ومثلا لو ليتس سي ان في مثلا 50 كومنت جالي سؤال، انا عرفت ارد على 30، ال 20 دول متضايقين، رغم ان انا مثلا بعمل بين لاول سؤال عشان الناس تبقى عارفه. ففي ناس عندها اعتقاد انه لو كل حد ما تردش عليه الرد، رغم ان الاجابه بتبقى في كومنتس تانية وببقى عامله لها بين، او رغم ان الاجابه ساعات بتبقى في القطعه، ساعات الاجابه بتبقى في الفيديو. انا في فعلا مره والله العظيم قلت يا جماعه انا جبت الدواء الفلاني او السبلمنت الفلاني لشعري اسمه كذا من الصيدليه ب 145 جنيه. في واحده سالاني بتقول لي جبتيه منين وبكام؟ ما بترديش ليه؟ والله العظيم فعلا حقيقي. فالناس كتير فاكره انه ان ممكن الناس تبقى الرد وما اعرفش ايه. ايوه بس فعلا اللي هو ما فيش وقت ان ارد على كل حاجه، والاجابه ساعات والله لو ركزت شويه في الفيديو هتشوفه يعني. او لو شفت كل كومنتس تانية هتشوفه. فدي اعتقد دي ناس ممكن تكون مش عارفاها قوي، يعني لما يبتدوا يعملوا كونتنت هيعرفوا بالظبط كده. وكمان لما حد يوصل يعني انت دلوقتي ما شاء الله عندك 444,000، عشان رقم شرير. كنت لسه شايفه الستوري من كام يوم بتقولي رقم شرير، رقم كبير بصراحه، داخله اولموست على اولموست نص مليون. ما انا مش بحس ان هو رقم كبير عشان انا اوريدي داخله على ال 2 مليون على تيك توك، فانا اللي هو بحس ان دول عائلتي بقى. يعني دول الناس اللي لحقوني من التيك توك. انا قصدي انه سواء حتى على الانستجرام او التيك توك، او انت برضو كنت في فتره اكتف فيها على اليوتيوب. هرجع، هي كل سنه بقول ان انا هرجع بس ان شاء الله ده خبر اكسكلوسيف. هرجع، لا هرجع، لا لازم بجد. فقعدت صعب ان انت تعرفي تردي على كل حاجه، دي حقيقه بجد يا جماعه، يعني فعلا الموضوع بيأمرك. وهي لسه ما جابتش، لسه حتى كانت بتطلع بتتكلم في برنامج، انت لسه ما جبتيش حد معاكي يساعدك صح؟ نو. اعتقد بقى تالي ده الوقت المناسب بقى. ما هو على فكره بصي هقولك على حاجه، انا عشان زي ما انا قلت لك بيكي وما بشتغلش مع ناس كتير. أيوة. في الحوار بتاع السبونسرز او وات ايفر، فانا ما عنديش كونستنت ستريم اقدر اضمن ان انا اقدر ادي حد فلوس. صح، يمكن الشهر ده مش نشتغلش مع حد خالص، فهقبضه منين بقى؟ عارفه اللي هو اقول له تعالى اتغدى عندي. اخر حاجه يا هدير، انا هديكي دلوقتي، مش هديكي، انت اللي اختاري ورقه هي مكتوب عليها كلمه، قولي الكلمه دي بالنسبه لك معناها ايه. ممكن اقول ماشي الثقه. والله قريتها الشقه. ده انا كده حسينا خطي قوي. الثقه. انا
حاساها كلمتك قوي عامه يعني. بجد. ايوه طب هقولك على قصه. قولي. مره كنت في اجنايت، ممكن اقول اجنايت عادي. مره كنت يعني. بتمرن اه ماشي. مره كنت بتمرن في مكان مش هنقول اسمه، وكنت بتمرن عادي جدا. الكلام ده كانت سنه 2019، كنت مع انجي. وكنت بتمرن، كنت انا وانجي بنتمرن في الكروس فيت. حلو. تمام. ففي واحده جات لي، واحده يعني من الناس اللي بتتمرن مش مدربه يعني. اه باي ذا واي انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. I love your confidence. اوكي. good luck. في ايه؟ ما اعرفش ومشيت. انت ساعتها كنت على السوشيال ميديا؟ لا 2019. اه. ففضلت واقفه كده مش فاهم في ايه. امم. تمام. انا هقول لك بقى كان قصدها ايه. هي شايفه واحده اتخن منها بتتمرن عادي كبني ادم طبيعي بيتمرن وبتتمرن. انا فعلا كنت بتمرن بس. تمام. ما بعملش يعني اي حاجه أنا مش تانية غير قصدي انا حاجة، بتمرن. أنتي- وتقريبا انا لابسه لبس بتغطي عنها يعني. هي مثلا ممكن تبقى لابسه شورت، انا لابسه ليجنج طويل وتوب، هي لابسه حاجه مثلا كروب. تمام. بس هي بالنسبه لها ان انا مجرد ان انا خرجت من البيت واتمرنت ده بيحتاج ثقه جامده قوي. in this point انا كنت عارفه هي قصدها ايه. هي قصدها ان هي تبرينج مي داون، وده بيحصل لي كتير جدا على فكره. بتمرن، بجري في حته، راكبه عجله، بعمل اي اكتيفيتي اللي هو you're not just a fat sad person sitting and eating all the time, oh my god. ده this is it يعني. تمام. وباي ذا واي at this point I know ان هي لو هي عايزه تثبت لنفسها ان هي من جواها هي ممكن تكون ما بتدركش الموضوع ده، هي ممكن صح. تكون فعلا مش مدركه الموضوع ده. هي بالنسبه لها شايفه ان هي لو في جسمي هي عمرها ما هتعمل كده. فهي بالنسبه لها دي حاجه كبيره قوي ان انا اخرج اعمل حاجه، فكان لازم تيجي تقول لي. فاهماني؟ فانا شايفه ان لو حد واثق في نفسه هو مش محتاج ان هو يعمل كده. فالثقه دي عامله زي wealth، فلوس. لو انا مضطره اقول للناس ان انا غنيه فانا فعلا مش غنيه. لو انا مضطره ان انا ابوينت اوت الناس التانية اللي ما عندهاش فلوس او اللي عندها فلوس فانا معيش فلوس. عارفه النيو ماني والاولد ماني بالظبط. فانا لو انا مضطره ان انا اطلع واقول انا بكينام وانا واثقه في نفسي، اعتقد ان انا ما اكونش واثقه في نفسي. او لو مضطره ان انا ابوينت اوت للناس التانية ان هم لازم ايه ده انتوا واثقين في نفسكم قوي ما اعرفش ايه الكلام ده. it's very obvious انه يعني it's very obvious ان انا مش واثقه في نفسي او ان انا متضايقه من نفسي في حاجه فبحقد عليهم مثلا في حاجه او مش بحقد عليهم. لازم ابوينت اوت الموضوع ده لان هي ما قالتش كده لانجي مثلا. انجي انت دي واحده صاحبتنا كانت معانا في الشغل وانجي مش تخينه فهي ما قالتلهاش. ما قالتلهاش ليه؟ ايوه فاهمه قصدك ايه. فاهماني؟ حاجه بصراحه حاجه محزنه مش محزنه، قصدي الحياه يا جماعه عادي جدا. لا محزنه بجد محزنه لانه مش مفروض انه حد يحكم على حد بالشكل ده الصراحه. يعني انا ممكن مثلا اروح اقول لحد كده وانا عاجبني مثلا اللبس بتاعه مش عارف ايه انتي ما تقوليليش I love your confidence I love your outfit. ما ده اللي انا بقولك عليه. عايز تدي كومنت مثلا ادي كومنت على حاجه ملهاش علاقه عادي. قولي ما بشوفك كتير ما شاء الله بتتمرني عادي يعني. حتى لو نيتها كويسه لا كان ممكن تطلع الكلمه بشكل افضل يعني. حتى لانه ممكن برضو في ناس اللي هو بتبقى عايزه تشجع اللي قدامها بيجي بطريقه غلط خالص. مين طلب حد يشجع حد؟ انا بشوف ناس مثلا خست كتير بقول لهم ان هم خسوا ما بقولهمش. لا وبتطلعي تتكلمي عن وبقول لهم ان هم تخنوا ما بقولهمش. بشوف ناس ده كان السنه اللي فاتت ده انا قررت ان ده يبقى ماي نيو ييرز ريزولوشن ان انا مش هتعلق على جسم حد. السنه دي بقى ماي نيو ييرز ريزولوشن انا خدتها وان ستيب اهيد وكمان انا مش هتعلق على طريقه اكل حد. صح. ولا حتى اللي هو ايه ده انت هتاكل ده، ايه ده انت مش لسه واكل، ايه ده مش عارف ايه. كول مي كريزي. بس انا اونستي الناس اللي تقعد تقول لك لا انت كده مكبره الموضوع. لو انا مكبره الموضوع انت ليه مصر تعمله؟ لو الموضوع تافه ليه مش عايز تبطل تعمله؟ صح. هدير انا اتبسطت معاكي قوي قوي النهارده. اي هوب ان انتي يو هاد فان برضو. اتكلمنا كتير انا انبسطت انا كمان. وانا بجد يعني you shared a lot of things وانتي دايما بطبيعتك. يمكن دي احلى حاجه فيكي على فكره. لا بس عشان احنا برضو صحاب يعني فالموضوع الموضوع سهل يعني. بس keep it this way بجد يعني. ميرسي قوي يا هدير. ثانك يو. اشوفكم الحلقه الجايه.